اتنازل عن رجولته وقلت منه في الفيديوهات قدام الناس، واهله قطعوه بعد ما شافوه ان هو مش راجل وبيعرض مراته في الفيديوهات. لكن النهايه كانت مختلفه تماما، وعشان كده هي دي بدايه قصتنا. قصه هتبقى اغرب من الخيال لكل اللي بيقول حياه صناع المحتوى جميله ولذيذه، بيعملوا شويه مشاهدات تترجم لدولارات وحياتهم جميله. احب اوريك الجانب اللي انت مش شايفه في قصه على ارض الواقع. لكن قبل ما هندخل في تفاصيلها محتاج كل اللي بيشوفنا كده يصلي على النبي، عشان هي اجمل حاجه نبتدي، خصوصا لما كان بينزل صوره ولا فيديو مع خطيبته اللي بقت مراته. الناس كلها كانت بتهنيه وربنا يحفظكم من العين، وشويه خلى الاكونت بقى بابليك، شويه لا احنا هنعمل يوميات مريم وهاني، شويه الموضوع كبر وابتدى يبقى فيه دخل، ابتدى يبقى فيه دولارات من المشاهدات، ابتدى مش هروح الشغل بقى ايه لازمته. قعدت هي في البدايه من الشغل وكانت بتعمل تفاصيل حياتها اليوميه، ومقلب في هاني وهو راجع من الشغل، والنهارده عيد ميلاد هاني فاحنا هنعمل معرفش ايه، والنهارده شيء في شيء، لدرجه ان مراته قلعت الحجاب وابتدت تحضر المؤتمرات او حفلات التكريم لصناع المحتوى اللي زيهم. اتعرفت على واحد زيهم والكلام جاب بعضه، وابتدى هو يدخل في جولات معاها على التيك توك، وابتدت الدنيا تولع اكتر واكتر والفلوس بتيجي اكتر واكتر، لحد ما في يوم قرر ان يعمل مقلب فيها. كان مقلب متفقين عليه، بس في المقلب ده بانت تفاصيل جسمها وهي سابت الفيديو يطلع، وبعدها اهله اتبروا منه وكرامته بقت في الارض. هنا ابتدت تقول له ما تقلقش وما تخافش، ودول اعداء النعمه اللي ظهرت علينا، ولا انت عايز ترجع مره تانية عشان تبقى موظف؟ بص الحمد وفاء قيد عائلي، عشان ما اعرفش الباسبور، ولا كان بيقول لي في القصه اللي راح يعمل قيد عائلي لقى نفسه اللي هو اعزب. ايه ده؟ انا متجوز يا جدعان وقسمت الجوازه اهي. لا حضرتك اعزب، ما هي خلعاك بقالها 8 شهور، كارثه حقيقيه وعايشه معايا. ولما رجع البيت كان مفكر اللي هي مش حقيقيه، فاجئته اكتر واكتر وقالت له ايوه حقيقي، مش عاجبني تصرفاتك ولا عيشتك ولا حتى بقيت من ستايلي، شايف نفسك بقيت تخين ازاي، مش هينفع نكمل مع بعض، وخصوصا ان انت راجل ودني وبتتاثر بكل اللي حواليك. ما صدقش من اللي سمعه لما لمت هدومها، ولما قال لها القناه دي بتاعتي والصفحه بتاعتي، قالت له كانت بتاعتك، غيرت كل حاجه. لما ساعتك كنت نايم بتشخر، انا اللي كنت بفكر في كل حاجه وبفكر في الموبايل وهو البي نايم. ما استحملش الضغط اللي عليه، جاله شلل. بعت الجلطه اللي جات له، واحد من صحابه هو اللي لحقه وباع عربيته عشان يعالج نفسه، وفي مرحله دلوقتي العلاج الطبيعي. بعت لي الفيديو وبعت لي القصه وقال لي انا حياتي اتثابت، والكل فضل يقول لي بتلعب بالفلوس، كله راح عشان اتنازلت عن رجولتي وديني وحجاب مراتي وكل حاجه. انا بعت لك القصه عشان تحكيها بطريقتك، وفي يوم من الايام بعد ما اتعالج عشان ما اطلعش قدام الناس بالشكل ده، هتلاقيني طالع ليهم وبقول لهم ايوه انا اللي غدرت بيه واتنازلت عن كرامتي ورجولتي واهلي قطعوا